المدني كان بيتكلم عن انه المرحله دي هتكون ثوره مسلحه، والبي طبعا جريده اليوم السابع بما عليها من لغط، وما زلت اكرر واكرر واكرر حتى القى الله، كل مسلم هيدفع فلوس في اليوم السابع وفي المصري اليوم آثم عند الله سبحانه وتعالى، لأن دي جرايد بتحارب الله ورسوله علنا بكل وضوح، وبتحارب استقرار مصر علنا، ولها أجندات علنا. اللي عايز يتفرج عليها بقى يتفرج من على النت وخلاص عشان يشوف أي خبر. الأسواني: لا أثق بالقضاء العسكري وعلى المشير أن يعتذر للأخباط. طبعا علاء الأسواني كعادته ما تعرفش، أنا عايز أعرف البلد دي كل الكتاب الليبراليين مر فجأة كده طلعوا كلهم هواهم مسيحي كده؟ معقولة؟ مفيش حد عاقل أبدا؟ مفيش حد بيغلط حد؟ يعني أنت زعلان على مسيحيين ماتوا؟ طبعا زعلانين على مصريين ماتوا، إنما ما بتفكرش أبدا تقول قسيس متطرف، راجل قال كلمة ما يصحش، راجل خرج من بقه لفظ خارج قلب الجزمة وقال وهدد وعمل. ما بتفكرش تزعل على النبي بتاعك عليه الصلاة والسلام إنه بيسب من الناس دي بتطرف وقح ما شفنالوش مثيل على مدار حياتنا في مصر. يعني على طول علاء الأسواني والمجموعة دي كلها الغيظ والغل والحقد اللي ملأ قلوبهم على التيارات الإسلامية نساهم حتى ان هم يقولوا للبني آدم تطرف في أقواله وأثار وخرج. تخيل بني آدم المفروض ان هو قسيس واعظ في كنيسة بيقدم شيء روحي للمسيحيين ويعلمهم زي ما بيدعوا، وزي ما طلعت بنت من كام يوم كده على اليوتيوب بتقول انا فخورة ان انا كافرة بالإسلام، ما كلموهاش، ما علقوش عليها خالص. وقالت على فكرة شهداء ثورة 25 يناير دول مش شهداء، الشهداء هم المسيحيين بس. ما حدش كلمها، ما حدش علق على كلامها. انما علاء الأسواني وشلته دي والاخ بلال الفضل احنا جايين له في الطريق ان شاء الله بعد ما نخلص بالمصايب اللي طلع علينا بيها اليومين اللي فاتوا دول، حاجة تكسف وحاجة تقرف. يعني علاء الأسواني بيقول ايه؟ الثورة أمانة في عنق المجلس العسكري، وأن موقفه تجاه الرئيس المخلوع لا يشكر عليه لأنه لا شكر على واجب. وأكد خلال الندوة التي عقدت بساقية الصاوي أن الثورة لا تطلب من أحد أو تترجى من أجل تحقيق أهدافها، ولكنها تحدد وتنفذ، مشيرا إلى أن خسائر الشعب المصري في الأرواح والإصابات تكاد تكون خسائر حروب. لا مش قوي كده، مش قوي كده. يعني أنت خسرت إيه؟ أنت كل يوم أنت والشلة اللي تبعك ما شاء الله معاكوا فلوس ومستمتعين وعايشين حياتكم وأجنداتكم واتصالاتكم، يعني ايه الاهانات اللي توجهت لكم وايه المصايب اللي حصلت لكم يعني. واشار الى انه يجب ان نفرق بين الشعب، ان يفرق الشعب بين المجلس والقوات المسلحه. هو يعني المسيحيين لما طلعوا في المظاهره دي وحصل اللغط اللي حصل ومات مجموعه من الجنود، يعني لا ناقه لهم ولا جمل سوى ان هم رايحين بيأمنوا مظاهره، ده كان المسيحيين ساعتها فرقوا بين المجلس العسكري والقوات المسلحه. ولما خرجت بثينه كامل المرشحه للرئاسه قالت ده جيش طائفي، ولما خرج واحد مسيحي قال لك ده جيش كافر، كان عرف يفرق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الجيش. يا أخي اللي عندكم شوية دم بقى يا أخي. وأن هذا اللبس في التفريق بين المجلس والجيش يستخدمه مهللو المجلس العسكري ومريدوه من أجل تكميم الأفواه. وقال الأسواني إن الشعب لن يسامحوا من اشتركوا في لجنة التعديلات الدستورية لأنهم فوتوا على المصريين فرصة وضع دستور جديد. المهم علق الأسواني على أحداث مسبيرو قائلا إن الوقت الذي يدهس فيه المصريون ثم يصمتون قد انتهى بلا رجعة ولا يمكن تبرير هذه الجريمة. بص استباق الأحداث، يعني النيابة لسه ما قالتش والأحكام لسه ما صدرتش، إنما ما قرر إن الجيش هو اللي دهس الناس والناس كانوا مسالمين. ما حدش عمل أي حاجة خالص. كذبنا قناة الحرة الأمريكية، كذبنا التلفزيون الألماني، كذبنا عمار علي حسن اللي قال أنا متأكد إن الأسلحة دي كانت في شنك، كذبنا كل دول وصدقنا نوارة نجم. يعني الدكتور محمد عبد المقصود بيقول يبدو أنها تتعاطى ما يتعاطاه أبوها الذي صرح بذلك. أنا بقول له لا يا فضيلة الشيخ، يعني إحنا في 2011 التعاطي بقى على مستوى أعلى من كده بكتير، لدرجة إن هي حصل لها وهم، شافت قدامها ليحة قاعدة على مدرعات ماسكة مصاحف وبتدهس الأخباط. تخيل قلة الدين وقلة الضمير وتزييف الحقائق. مشيرا إلى أنه لا يثق في تحقيقات القضاء العسكري ومن الأفضل أن تكون اللجنات محايدة على الأقل من القضاء الأعلى. وتساءل أين نتائج تحقيقات اللجان التي شكلت في الفترة الماضية حول أحداث مسرح البالون وحادثة إمبابة. طب ده أنت آخر واحد المفروض يعني تكون الوكسة عليك لما تتكلم عن أحداث إمبابة. قول لهم فين الاثنين القساوسة الإخوات اللي هربانين من أحكام عليهم دلوقتي؟ مش عارفين نجيبهم إزاي في دولة القانون يا أستاذ؟
هو التعليق كله على المسلمين؟ والله العظيم أنا ما شفت كده. يعني خلاص الواحد هيخرج من هدومه منكم، تحيزكم فج، مش طالبين منكم غير الإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن كان عندكم أصلا تقوى ولا بتعرفوا حاجة في القرآن اللي بتألفوا فيه أنت والأخ السيناريست. البرادعي: الدولة فشلت في حماية المدنيين. أكد الدكتور